السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد من الساينساوي. هنتكلم النهاردة عن بطارية الرصاص الحامضية أو المركم الرصاصي، أو كمان زي ما بتعرف ببطارية السيارة. هنعرف إيه هو تركيبها، إيه التفاعلات اللي بتتم فيها بالتفصيل، وقت التفريغ ووقت الشحن، وكل ده بالأنيميشن. أهلا بيك مرة تانية. بطارية الرصاص الحامضية أهم استخداماتها بتكون في العربية، هي اللي بتقوم بأكبر دور في إنها تقوم العربية وتشغلها. وأوقات كمان بنسمع مصطلح البطارية نامت، وساعتها مش بنعرف ندور العربية. هنعرف يعني إيه نامت وإزاي بتتشحن كمان شوية، بس عايزك تصحصح معايا كده وتكون فايق، عشان الفيديو ده طويل سيكا وبالتفصيل شويتين. بطارية الرصاص الحامضية هي نوع من نوع الخلايا الثانوية، يعني بتختلف عن الأولية إن ليها تفاعل انعكاسي، يعني رايح جاي، وبتقدر تختزن الطاقة الكهربية على صورة طاقة كيميائية. بالمناسبة احنا عملنا قبل كده فيديو عن الخلية الجلفانية، تقدر تشوفه فوق على يمين أو شمال الشاشة. المهم، البطارية دي بتتكون في الغالب من 6 خلايا متوصلين مع بعض على التوالي. يعني إيه توالي؟ يعني بنوصل موجب كل خلية بسالب خلية تانية علشان نحصل على أكبر قوة دفعة كهربية للخلية، لأن في التوالي بتكون القوة الدفعة الكهربية الإجمالية هي مجموعهم، والخلية الواحدة قوتها الدفعة الكهربية هي 2.5 فولت. ولما يكون في 6 خلايا متوصلين مع بعض على التوالي يبقى المجموع 12 فولت تقريبا. نتكلم دلوقتي عن تركيب البطارية من الداخل. هناخد خلية واحدة بس نتكلم عنها في الأول، وبقية الخلايا هو نفس التركيب بالظبط. الخلية بتتكون من 2 شبكة من الرصاص بالشكل ده كده، علشان يكون في مساحة كبيرة جدا معرضة للتفاعل من الناحيتين بتوع الشبكة. كل شبكة من الشبكتين دول هتتملي بمادة مختلفة عن التانية. شبكة منهم هتتملي بالرصاص الصافي Pp وهو المصعد أو الأنود، والشبكة التانية هتتملي بثاني أكسيد الرصاص PpO2 وهو المهبط أو الكاثود. الاتنين بيكون في بينهم حاجز مسامي، يعني في ثقوب صغيرة جدا بيسمح بتبادل الأيونات بين المادتين، لكن مش بيعمل توصيل مباشر بين المادتين. على فكرة اللوحين بيكونوا قريبين جدا جدا من بعض، بيفصل منهم جاب أو مسافة صغيرة جدا، عشان كده لازم يكون بينهم الحاجز المسامي علشان يضمن الفصل بين المادتين. المهم، اللوحين بيكونوا مغمورين في محلول إلكتروليتي مخفف من حمض الكبريتيك H2SO4. بيكون تام التأين لأنه حمض قوي، ومصطلح مخفف ده يعني فيه نسبة من المية. ده التركيب لخلية واحدة بس. كل الكلام ده هيكون مكرر لل6 خلايا كمان، وال6 خلايا كلهم محطوطين في وعاء، كل خلية منفردة بذاتها، وبتفصل بين كل واحدة والتانية مكان خاص بيها، مش حاجز مسامي، لا ده حاجز بيفصلها خالص عن التانية. لكن بالرغم من الفصل لازم يكونوا متوصلين ببعض زي ما قلنا على التوالي من خلال سلك مثلا. المهم، الوعاء ده بقى بيكون مصنوع من المطاط الصلب أو البلاستيك بوليسترين. وده ليه؟ علشان ما بيتأثرش بالأحماض ولا بيتفاعل معاها، لأن زي ما قلنا بيكون في الداخل حمض الكبريتيك. الخلية دي بقى زي ما قلنا انعكاسية، يعني مرة تفرغ الطاقة الكيميائية اللي فيها على هيئة طاقة كهربية وفيها تعتبر خلية جلفانية، ومرة تاخد كهرباء من بره علشان تتشحن فتختزن الطاقة الكهربية على صورة كيميائية وفيها تعتبر خلية إلكتروليتية أو تحليلية. تعالوا ناخد خلية واحدة من ال6 خلايا ونفهم التفاعلات اللي بتحصل جواها ايه بالظبط، وقت التفريغ ووقت الشحن. نبدأ الأول بوقت التفريغ، وناخد مسقط جانبي كده من الخلية علشان تكون أسهل في الفهم. لما ناخد مسقط جانبي هتبان إنها مجرد خط كده أو مستطيل. قدامنا دلوقتي اللوحين، واحد من الرصاص ممثل باللون الأزرق اللي هو الأنود يعني السالب، وواحد من ثاني أكسيد الرصاص هو ممثل باللون الأحمر وهو الكاثود يعني الموجب، مغمورين في محلول مخفف من H2SO4. وسيبك دلوقتي من الحاجز المسامي كأنه مش موجود، احنا دلوقتي بنفهم التفاعل بيتم ازاي وملناش دعوة بالتركيب. كمان متوصل بين اللوحين حاجة عايزين نشغلها، ولتكن لمبة صغيرة. لما بنوصل اللمبة بيحصل تفاعلين، واحد عند الأنود واحد عند الكاثود. الاتنين بيحصلوا في وقت واحد وبكميات كبيرة جدا، لكن علشان التبسيط هناخد تفاعل واحد بس عند الأنود وعند الكاثود ونفهمهم. عند لوح الرصاص Pb بيحصل تفاعل أكسدة، بتتأكسد ذرة من الرصاص وبتفقد شحنتها 2 إلكترون وبتبقى أيون موجب 2. بيقرب أيون الكبريتات المحمل بشحنة سالبة وهي 2 إلكترون. يعني إيه شحنة سالبة وليه 2 إلكترون طيب؟ هقولك، زي ما قلنا إن حمض الكبريتيك حمض قوي، علشان كده بيكون متأين، فقدرة الكبريتات إنها تاخد من كل ذرة هيدروجين إلكترون واحد ويبقى معاها 2 إلكترون زيادة، وكده بقت أيون سالب.
وكل ذرة هيدروجين فقدت إلكترون وبقت أيون موجب. ولو عايز تفهم أكتر عن الأيونات، في فيديو عملناه قبل كده عن معنى الأيون تقدر تشوفه، هتفهم أكتر يعني إيه أيون. المهم، بعد ما بيقرب أيون الكبريتات للوح الرصاص بيرتبط بأيون الرصاص موجب 2 وبيتكون مركب كبريتات الرصاص PpSO4 وبيترسب على اللوح. وكده معادلة التفاعل عند الأنود هي إيه؟ ذرة فوسفور Pp زائد أيون الكبريتات سالب 2 اللي هو SO4-2 هيدينا مركب PpSO4 زائد 2 إلكترون. دلوقتي هتنطلق الإلكترونات لحد ما توصل للوح ثاني أكسيد الرصاص اللي هو الكاثود، وجهد الأكسدة للتفاعل ده هو 36 فولت. دلوقتي هنستعد إن يحصل تفاعل الاختزال، وطبعا بما إن مرت إلكترونات في السلك كده اللمبة هتنور كدليل إن في تيار كهربي مر في السلك. المهم، بعد ما وصلت الإلكترونات للوح ثاني أكسيد الرصاص بيقرب أيون كبريتات من ثاني أكسيد الرصاص وبيخرج أيونين من الأكسجين السالب من ارتباطهم مع الرصاص، فبيتكون أيون الرصاص موجب 4، يعني ناقص 4 إلكترونات. زي ما قلنا هيقرب منه أيون الكبريتات اللي هو فيه 2 إلكترون زيادة، يبقى كده ناقص 2 إلكترون كمان اللي هما هيجوا من الإلكترونات اللي عند الأنود، هيقربوا من الرصاص علشان يتكون مركب كبريتات الرصاص PpSO4. وكل أيون أكسجين محمل بشحنة سالب 2، فكل أيون أكسجين هيرتبط ب2 أيون من الهيدروجين الموجب، فبيتكون 2 مركب من المية. وجهد الاختزال في التفاعل ده هو 1.69 فولت. وتكون معادلة التفاعل هي مركب من ثاني أكسيد الرصاص PpO2 هيقرب ليها أيون الكبريتات اللي محمل بشحنة سالب 2 SO4-2 وكمان 2 إلكترون اللي عند الأنود وكمان 4 أيونات هيدروجين موجبة 4H+. هيتكون مركب من كبريتات الرصاص PpSO4 و2 جزيء من المية. ولو جمعنا المعادلتين دلوقتي هيطلع الناتج هو المعادلة دي، وهنجمع جهد الأكسدة والاختزال للتفاعلين هيدينا الجهد الكلي وهيكون 2.5 فولت. وبيحصل الموضوع ده مرات كتير جدا وبكميات كبيرة جدا لحد ما تركيز ال H2SO4 يكون قليل جدا والخلية ما تقدرش تنتج كهرباء تاني. وهنا يجي دور الشحن. الشحن بيكون بمصدر طاقة خارجي جهده أكبر شوية من جهد البطارية، يعني أكبر من 12 فولت. بيحصل برضو تفاعلات عند شحن البطارية، وهي لما بنوصل مصدر للجهد هيحصل تفاعل انعكاسي وهتتكون نفس العناصر والمركبات اللي كانت في الأول. من الآخر النواتج هتبقى متفاعلات والمتفاعلات هتبقى نواتج. عند اللوح اللي هو كان الأنود في التفاعل الأول هيدخل إلكترونات، هناخد منهم 2 إلكترون بس. ال2 إلكترون هيروحوا لمركب كبريتات الرصاص. في اللحظة دي هتتحول الكبريتات لأيون كبريتات محمل بشحنة سالب 2 وينزل في المحلول مرة تانية، وهيفضل عنصر الرصاص في مكانه زي ما كان في الأول. أول ما بينزل أيون الكبريتات في المحلول بيقرب من مركب المية، فبيخرج الأكسجين من مركب المية وهو أيون سالب 2، وبيقرب أيون الكبريتات السالب من أيونات الهيدروجين الموجبة. بيتحرك أيون الأكسجين السالب لحد اللوح التاني وبيقرب من كبريتات الرصاص وبيرتبط بيه وبيتكون مركب أكسيد الرصاص. كده هينزل تاني أيون الكبريتات في المحلول، هيدخل أيون الكبريتات مكان الأكسجين، والأكسجين هيخرج وهو أيون سالب 2، يعني فيه 2 إلكترون زيادة، ويوصل لأكسيد الرصاص وهيتحول لمركب ثاني أكسيد الرصاص، ويخرج 2 إلكترون من المركب لأن المركب مش محتاج إلكترونات أصلا، وكأننا ما عملناش حاجة. دخل 2 إلكترونات من هناك وخرجوا من هنا. ومركب ثاني أكسيد الرصاص ده اللي كان في أول التفاعل خالص لما الخلية كانت بتفرغ طاقتها لو تفتكر. 2 مركب كبريتات الرصاص زائد 2 مركب من المية زائد 2 إلكترون هتدينا رصاص زائد ثاني أكسيد الرصاص زائد 2 أيون كبريتات سالب 2 زائد 4 أيون هيدروجين موجب زائد 2 إلكترون. وهنشيل ال2 إلكترون من الطرفين عادي جدا، وده هيكون شكل المعادلة النهائية. هنلاحظ في الآخر إن تفاعل الشحن هو نفسه تفاعل التفريغ، لكن عكسه بالضبط. المتفاعلات هنا هم النواتج هنا والعكس.